طبعا مفكريني هنساكوا في الايد ومش هخليكوا تاكلوا فته دايت، ده بعينكم. تعالى اوريكم ازاي تعملوا احلى طبق فته دايت فيه من 400 سعره حراريه لغايه 500 سعره حراريه بس، وطعمه ايه في قلب قلبك. يلا بينا. نقوم نازلين كده في الطاسه بتاعتنا بحته سمنه اقل من 5 جرام. اول ما السمنه بتاعتنا تسخن هنقوم نازلين عليهم بنص كوبايه رز كده اهو بلدي. وبعد ما الرز ما كملش دقيقه على النار وخدناه تشويحه بسيطه جدا هنقوم نازلين عليه بميه بتغلي من الكاتل كده اهو. يا دوب الميه تغطي الرز بتاعنا بس. شويه ملح كده، شويه فلفل اسمر كده، ونقلب كله مع بعضه. وبعدين نوطي النار يا دوب نخليها شمعه ونغطيه ونسيبه يستوي مع نفسه، ونروح نعمل الايه، احلى صلصه دايت للفته الدايت. نقوم جايبين الطبق بتاعنا ونازلين بيه كده هون، ونقوم نازلين فيه ايه بشعرة زيت زيتون كده يا دوب. وبعد كده نقوم نازلين عليهم بفصين توم مهروسين كده هون. وبعد ما التومه اتشوحت مع زيت الزيتون هنقوم نازلين عليها بعصير الطوميتوس بتاعنا كده هون. نازلين عليها بشويه ملح كده، فلفل اسمر كده، بودر توم كده، بودر بصل كده، شويه خل. اعمل لايك يا احمد ونقلب كله مع بعض يا سيدي. وبكده الصلصه بتاعتنا خدت نص تسبيكه وبقت جاهزه. وبكده الرز بتاعنا خلاص استوى. نروح بقى نعمل الفته بتاعتنا. جايبين بقى نص رغيف عيش بلدي ونحمصه في الفرن ومحسوب سعراته، بس انا ما عنديش عيش بلدي ففي ده مش اي حد هيعرفه على فكره. نازلين عليه بنص كوبايه شوربه كده هون. هنقوم نازلين عليهم ب 150 جرام رز مسلوق كده هون. نقوم جايبين بقيه كوبايه الشوربه بتاعتنا ونقوم نازلين بيها كده بمعلقتين الصلصه كده.